بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. البنات جبت لكم هذا الفطور تاعي اليوم تاع نهار رمضان. كما راك تشوفي عندي طاجين جلبانة بالخرشف وبالقرنون وجنيحات تاع الدجاج. نقيتهم وغسلتهم وشوطتهم ومن بعد حطيتهم قطروا وراني بديت طبعا بصل وتوابل. هنايا عندي قزبر ومرحي وكركم وزنجبيل او كاري تاع الدجاج. وهذه القدره نتاع الشوربه كما راك تشوفيني دايره دوك لي مغسوات تاع اللحم. وعندي شحال انا نشري نتاع الكلو نديرو في الكلاصون بعد نعود نرابيه، ندير غير شويه تاع زيت والاخرى قاعدين نديرها نرابيه. وهنايا نكرفجها في شويه تاع زرنديه كما راك تشوفي هكذا، مرصو تاع لفت ومرصو تاع زرنديه، وديري معاها شويه زيت. وهنايا عندي سطاره تاع الدجاج باش نعمر به القوارب نتاع البيضنجال. هاوليك رحيته ودرت له توابل ودرت له قزبر خضر وقزبر مرحي، ملح، شويه تاع زيت. وهنايا راني حشيت به القوالب هذوك حفارتهم وبعد درت لهم شويه ملح في الداخل. وخدمت هذه المرقه ببصل رقيقه وطماطيش تاع الحب وتوبلتها هكذاك، وراني ندير فيها على الوجه نتاع القوارب هذو راهم يشدولكش اليد تم يطيبوا. صار تاع الدجاج ما عندوش قوه وبيضنجال كذلك وراهو محفور. ما راك تشوفي هكذا، وديري لها بعد كواس تاع مشا اللي بها هذيك القدره اللي فيها الطماطيش وديريها لها. وطبعا شويه فرماج راني مرابيتها، ومن بعد نقطيها بورق الزبده والالومنيوم ونرميها في الفور كيما راك تشوفيها. كنتخلص منها ونروح للطبق الثاني. اللهم احسن ما بين ايدي وايديكم. ان شاء الله تكونوا لاباس يا البنات. اني نقول لبنياتي واخواتاتي كل الاخوات تاع اليوتيوب اللي نعرفوها اللي ما نعرفوهاش كيما راك تشوفي هكذا. وديه الفور تاعك وخليه. وهنايا راح ندير مملحات. عندي زوج صفار تاع بياض فرقتهم والصفار زوج بيضات. حطيت صفار في هذيك القرفيه وحطيت البياض هنايا في الصحن اللي خلطت فيه، شويه زيت وطبعا ملح حسب الرغبه. هاوليك الملح وقلت لك زيت ومغرف خميره ومغرف سكر. انا خميره راهي خرج لي في التصوير والسكر درتو من بعد كيما راك تشوفي. وعندي هنايا كاس تاع حليب، زوج كيسان تاع حليب والفارينه وخلطي خلطيها مليح مليح وخلي هذوك المكونات يتفاعلوا مع بعض مع الخميره ولا هاوليك السكر درتو درك ماشي مغرف بزاف، مش مغرف كبيره بصح شويه. عفوا البنات. هكذا ديها وجيبيها وغطيها وخليها تعودي قريب راح تطيبي فيها. ابداي خدميها. طبعا رحيت الطماطيش والبصل طيبتهم كيما راك تشوفي هكذا. هاي خمرت لي وراني فرقتها. شويه بطاطا مغليه وراني خدمتها كي الباكيت صغار ماشي كبار. كل واحد يدي وحده وما يكسروا لي شخصي كيما راك تشوفي هكذا. تهني عمرك وخلاص. وهاي ليك شويه بطاطا مغليه غليتها، وطبعا شويه فرماج راني ثاني حكيته وحطيته هكا. قلت لك طرشي وبصل وطماطيش راني مذبلتهم كذلك متوبلتهم وملح وسكري هكذا. شوفي كيما كتسكري تولي كي الباكيطه صغيره هاك. وحطي في السنيوه تاعك سكري مليح مليح باش ما تحلكش ورقيهم ما ديريهمش خشين. وشويه العجينه قلت لك تعود ماشي قاصحه باش تجيك مليحه، شويه مطلوقه تخبزيها بالفارينه كيما راك تشوفي هكذا. هاي ليك. ونفضي هذيك الفارينه كنت دايرتها فيها هكا كيما راك تشوفي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل عليك يا سيدي وحبيبي يا محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا كيما راك تشوفي. اللي ما عندكش فرماج ما ديريش وراه المشكل. ما عندكش بطاطا كذلك غير البصله
والطرشيه سير اللي عندك حبيبه زرونديه ترابيه ثاني تقليها معاهم مرة المشكل. وإلا عندك الدجاج وعندك صدر تاع الدجاج ولا اخر ثاني حبيتي ديري الا عندك طون ديري، الا ما عندكش ربي يرحمتو. غير الطوماط والبصل والطرشي دوك راهم خير وبركه كيما راك تشوفي لك. ومن بعد كي هاهم ليك الطبق تاعي تاع باذنجان. وهنا عندي سلطه بالزيتون، وهذا الحلو كيما راك تشوفي هكذا، والجيب تاع الفراوله، وهذه ماسيدوار كيما راك تشوفي هكذا. وهذه هي اطباق رمضان، اطباق راهي تتحدث عن نفسها. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. وهنايا عندك طاجين تاع الجلبانه مع دوك الجنيحات بعد اللي طابلي، جبدتهم وقليتهم وحطيتهم استفتهم من الفوق كيما راك تشوفي. الطبق عجيب، مائدة عجيبة وجميلة جدا جدا، والحمد لله الذي أنعم علينا بنعمته، وأكبر نعمة نعمة الإسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. كما راكم تشوفوا البنات، هذا هما الأطباق تاعي. شكرا لكم.